السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير. كنتمنى لكم دوام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا نحضر معكم واحد العصير رائع كيجي خفيف ومنعش، اللي هو عصير ديال الجزر والزنجبيل والبرتقال. سهل في التحضير ويمكن يكون صحي اذا ما درتولوش السكر. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير والطريقة ديال التحضير، فرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير فهي جد بسيطة، وبالنسبة للكمية فكتبقى على حسب عدد أفراد العائلة، نتوما على حسب الاختيار ديالكم. بالنسبة لي أنا استعملت 3 ديال الحبات ديال الجزر، 3 ديال البرتقالات، طريف صغير ديال الزنجبيل، تقريبا نصف ديال صباع الابهام. عندي ايضا سكر، استعملت سكر الاسمر 2 معالق كبار. كما قلت لكم سكر اختياري، بغيتوه يبقى صحي بلا ما تستعملوا السكر يكون افضل. واخيرا كنحتاجوا الماء، لتر ديال الماء. دوزو دابا الطريقه ديال التحضير ونبداو على بركه الله. بسم الله. اول حاجه قشرت خيزو وكنقطعوا هيدا شرائح شويه رقاقين باش يتطحن لي مزيان في الخلاط الكهربائي. صافي انا هنا سرعت الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف وممل. كنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه ديال الجزر كامله. من بعد كنقشر التين البرتقال، كنحيد له داك الخيوط البيضين وكنقطعهم شرائح متوسطين. كنستمر هيدا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. كما لاحظتوا سهل في التحضير وغني بالفيتامينات. من بعد كنقشر زنجبيل على هذا الشكل هذا وكنقطعو حتى هو شرائح رقيقه. في الخلاط الكهربائي كنوضعوا الكل الجزر والبرتقال والزنجبيل. كما قلت لكم السكر بغيتو عملوه، ما بغيتوش كلكم تستبدلوه بالعسل الطبيعي باش يكون صحي، اولا اذا كان البرتقال حلو تستغناو عليهم بجوج. صافي كما كتشوفوا وضعت الكل. انا استعملت سكر الاسمر، درت 2 معالق كبار. وبالنسبه لكميه الماء فعلى حسب نتوما اذا بغيتوه خفيف ولا ثقيل. انا هنايا بغيتو يجيني خفيف فاستعملت لتر ديال الماء. صافي كنزيدو الماء وكنطحنوا الكل مع بعضياتهم حتى كيندمجوا مزيان ويتطحن مزيان. من بعد كنصفيوه. هاد الخطوه اختياريه حيت زعما ما فيهاش شي حاجه اللي غتلق المراره بحال القشور ديال التين اولا د الحامض. انا صفيته غير باش يجيني القوام يكون خفيف اكثر. صافي كنستمر على هاد الشكل هذا حتى كنكمل. وهو العصير ديالنا هذا هو القوام ديالو. كيمكن لكم تدخلوه الثلاجه تقدموه بارد اولا هيدا اللي بغيتو. كما كتشوفوا القوام ديالو كيجي هائل، صدقوني حتى المذاق رائع بزاف. كما لاحظتوا سهل في التحضير. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. واذا عجبكم الفيديو ما تخرجوا عليا بارائكم في التعليقات كما العاده، وتشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين فيها فضلا، وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. مشكورين على المتابعه. دمتم في امان الله.